في الفيديو ده هاعرفك إيه هي مكونات الprompt المفروض يكون موجود في أي agent وإزاي تنظمها بشكل يكون مدّي أعلى كفاءة. عندنا 5 نقط في أي prompt design. أول نقطة معانا هي الrule أو الidentity. الrule أو الidentity يعني أنت مين أو وظيفتك إيه. في حاجة كنا بنشوفها بتحصل بس مش عارفين سببها أوي. لمّا بتخش على ChatGPT وتقول له مثلًا إن أنت خبير في مجال معين وعندك خبرة كذا سنة، بنقول له مثلًا you are an expert in script writing. طب ليه إحنا بنعمل ده؟ الLLM أو ChatGPT متدرب على كمية مهولة من البيانات في كل مجال وفي كل وظيفة، فلما أنت بتقول له كده كأنك بتقول له روح للبيانات أو الحتة اللي أنت متدرب فيها على الscript writing وابتدي جاوب لي بناءً عن الداتا دي. بالضبط زي ما إحنا بنقول كده لبعض لما حد يكون بيعرف يعمل كذا حاجة وتقول له أنا عايز اللعيب اللي جواك، هي. أنت بتروح لChatGPT وتقول له أنا عايز الكاتب اللي جواك. أيًا كان اللي أنت بتحتاج تتكلم عنه أو أنت محتاج تطلبه منه لازم تقول له الrule يكون إيه. تعالَ نشوف ده بشكل عملي لو إحنا بنعمل agent. هنلاقي هنا إن إحنا كتبنا له الrule وقلنا له أنت وكيل مبيعات ذكي لشركة اسمها Flow CRM وهي شركة بتساعد المشاريع الصغيرة على إدارة العملاء وزيادة المبيعات. يبقى ده أول نقطة معانا في الprompt design. تاني نقطة معانا هي الcontext. الcontext هو كل المعلومات اللي محتاج يعرفها. لو أنت تعمل agent ده لشركة معينة هتقول له الشركة دي اسمها إيه؟ بتبيع إيه؟ شكل العميل اللي هتكلمه إيه؟ شكل منتجاتها إيه؟ بتبيع في أنهي دولة؟ عرّفه كل المعلومات اللي محتاج يعرفها واللي هي أصلًا معلومات ثابتة مش هتتغيّر. لو معلومات متغيّرة بنعملها عن طريق حاجات تانية زي الRAG أو أيًا كان الtool التاني اللي هنستخدمها. لو معلومات ثابتة زي اسم الشركة وبتبيع إيه وبتبيع في أنهي بلد دي حاجات ثابتة. تالت نقطة معانا هي الgoal. في الgoal أو الtask إحنا بنقول له أنت مطلوب منك إيه؟ أنت مطلوب تعمل إيه؟ زي أي موظف هتوظّفه في شركتك هتقول له أنت مطلوب منك إيه بالضبط. مثلًا هتقول له أنت المفروض تجاوب على أسئلة بس، أو إنك تبيع منتج أو تحجز مكالمة، أو هو عبارة عن lead qualification يشوف هل العميل ده مناسب وجاهز إن هو يشتري والّا لأ. بشكل عملي هنلاقي اللي إحنا قايلين له هدفك إن أنت تجيب الناس المهتمة وتحوّلهم لعُملا من خلال إنك تفهم احتياجاتهم وتشرح لهم إحنا ممكن نضيف لهم إيه وتودّيهم للخطة المناسبة ليهم. رابع نقطة هي الrules. في الrules إحنا بنقول له إيه التعليمات بتاعتك اللي تمشي عليها أو إيه الحاجات اللي ما ينفعش تعملها. والنقطة دي بتحل مشكلة مهمة جدًا وهي الhallucination. إن الLLM أو ChatGPT أو أي حاجة من الحاجات دي بتبتدي تخرّف لمّا ما يكونش عندها معلومات أساسية. مثلًا يألّف أسعار من دماغه أو يدّي وعود مش موجودة أصلًا أو يدّي discounts مش موجودة أصلًا. وده بنحله بحاجة اسمها الRAG agent retrieval augmented generation. في فيديو عملته عنه ممكن تبُص عليه. لكن فكرته إن أنت بتربط الagent مع database فأي حاجة يتسأل فيها تخُص الشركة لازم يرجع الأول للبيانات يعرف المعلومة دي وبعد كده يرُد. مثلًا في الrules دي أنت بتقول له إنه ما يألّفش أسعار من دماغه، وإن أي عميل يسأل على منتج تروح للdatabase الأول تشوف البيانات بتاعة المنتج وبعد كده ترجع تاني ترُد عليه. أو إنك تقول له لازم تخلّي كل ردودك قصيرة أقل من 50 كلمة مثلًا عشان دي محادثة على واتساب، فكل حاجة لازم تكون أسرع وأسهل. فدي الrules اللي أنت بتدّيها له. بشكل عملي أنت هنا بتقول له خلّي ردودك دايمًا قصيرة وطبيعية وما تشاركش أي معلومة خاصة أو داخلية للشركة. وإذا أي حد سألك عن أسعار أو خطط أو أي معلومات أنت مش متأكد منها ارجع تاني للdatabase الأول وبعد كده رُد عليه. وآخر حاجة معانا هي الtools. الtools هي عبارة عن إيه الأدوات اللي أنت ممكن تستخدمها أو إيه الأدوات اللي أنا مدّيها لك عشان تستخدمها وإيه استخدام كل حاجة فيها. مثلًا أنت تقول له لو العميل وافق على ميعاد معين استخدم أداة اسمها booking tool عشان تسجل الميعاد ده في Google Calendar أو في Calendly أو في أي tool. فالtools هي الأدوات اللي أنت هتستخدمها. وبكده أنت عرفت كل حاجة عن الprompt designing للagent عشان وأنت بتعمل agent أنت عارف كويس أوي إزاي تقسّم الprompt وإزاي تمشي عليه صح. وده هيكون الfundamentals أو الأساسيات بتاعتك، وبعد كده ممكن تطوّر عليها حاجات تانية ولكن ده الcore الأساسي بتاعك.